يلا يا بنات تتيمة للطاجين حقنا، الكورس مجاني لكل سوداني وسوداني عاوز يتعلم الطاجين المغربي في الفخار. طبعا تقاليد المغرب الجميل، ربنا يحفظ السودان والمغرب. طبعا والله يا جماعة قاعدة أفكر فيكم إنهم أنا والله أمس من طلعت أمس من السودان قلبي لسه موجوع وماكلة في حناني شديد والله العظيم، جاية وابكي والله مسكاني خنقاني العبرة. وعارفة قدر شنو أنا بحب السودان، زوجي سوداني وأولادي سودانيين وأنا فخورة إني سودانية لبلدنا. طيب مغربية سودانية أفتخر يعني بالمملكة المغربية يعني ربنا يحفظ الشعب المغربي كله ويحفظ السودان يا رب العالمين وينصر يعني جميع المسلمين. يلا حسي شفتوا الطاجين ده شفتوا داير اقرب لكم، عملت لكم بالبصل والزيتون، يعني طاجين المغربي بالبصله والزيتون، بالبصل والزيتون. البصل لو لاحظتوا شفتوا ابيض، دي حق السلطه لاحظتوا ليه؟ هذا الزيتون بلدي مغربي معمول في البيت بدقوه كده، وفي العادي ده. طيب لا بعدين شنو هنقوموا شنو نرصوها كده بطريقه دائريه.